السلام عليكم. معقول كده الشتا يعدي علينا من غير ما نعمل مع بعضينا المخلل الجميل اللي احنا بنحب ناكله في الشتا؟ مخلل اللفت كده احمر وجميل وكمان طري ومقرقش كده، وتحسي فيه قرمشه وقرقشه كده جميله جدا، هتعجبك. وكمان بصي طري عامل ازاي. بصي ده بس استوى في خلال يومين والله. بصي ولا فلتر ولا اي حاجه بيغير اللون، لا، انا عاملاه زي لونه بالظبط، ولا حطاله اي فلاتر ولا اي حاجه. عايزاه اوريكي ازاي تعملي اللفت بالطريقه دي باللون الجميل اللي قدامك اللي احنا بنحبه دايما. وكمان سر القرمشه والقرقشه اللي بتبقى فيها اللفت هقولك ازاي تعمليه بالظبط. هنجيب اللفت 2 كيلو من اللفت وهتقطعيها التقطيعه دي. اهم حاجه ان احنا نغسل اللفت كويس جدا يا جماعه، ونخليه حوالي 10 دقايق ربع ساعه كده في محلول ميه وملح، وتغسليه كويس خالص. وبعدين تقطعيها التقطيعة كده من تحت ومن فوق كده بالشكل ده. وبعد كده هتقطعيها التقطيعة اللي قدامك دي. لو حابة ان انت تقطعي كل اللفت بالسكينة تقطعيها بسكينة عادي براحتك. لو حابة تديها شكل جميل كده زي شكل الزجزاج كده، يبقى هتبقى بقطاعة البطاطس. هنقطعها بالشكل ده بالطريقة اللي انت شايفاها دي. المهم ما تنسيش بقى تعملي لي لايك واشتراك في القناة، انا عايزة قناتي توصل ل 3000 مشترك. انا قناتي لسه يا جماعة صغيرة. وكمان لايك جميل، وكمان الصلاة على النبي في التعليقات. احنا كده قطعنا 2 كيلو من اللفت لازم تكون تقيلة كده وحلوة انتي وبتشتريها عشان ما تبقاش فاضية من جوه. هنجيب بقى علب الخزين اللي احنا هنخزن فيها اللفت، عبارة عن كده علب بقى بتاعت علب سمنة قديمة او علب انتي تشتريها بقى بتاعت خزين مخلل اي حاجة. اهم حاجة العلبة تكون مغلقة كده او محكمة الغلق، وهقولك ازاي تقفليها عشان ما يدخلش هوا لللفت اللي احنا هنعمله مع بعضين. هتجيبيه بقى وهتحطيه كده في العلب، بس انا عملت 3 علب قد بعضيهم، بس انا غيرت العلبة التالتة وحطيتها اللي هي العلبة اللي في النص دي وخليتها علبة كبيرة، لان كمية اللفت معايا كانت كتيرة جدا. هتجيبي بقى بنجراية كده متوسطة، وكمان هتغسليها كويس جدا وهتقشريها بمشرط بطاطس، وهتقطعي البنجرايه بالطريقه اللي قدامك دي. اهم حاجه ما تنسيش باللايك والاشتراك، انا بحب افكرك كل شويه تعملي لايك واشتراك عشان انا قناتي لسه صغيره. هنقطع البنجرايه بالطريقه دي، وكمان هنسيبها كده على جنب لغايه ما نحضر المحلول بتاعنا. هنا انا بعمل المحلول بتاع المخلل بتاعنا، لقيت ان الكاميرا بتاعتي ما بتصورش وانا كنت عملت كله. فطبعا انا هقولك على الطريقه كده وهنزلها لك كمان في صندوق الوصف، وكمان بتكون مكتوب معانا على الشاشه. هنجيب مع كل كيلو من اللفت هنحط لتر ميه. لتر ميه، الميه بتاعتنا تكون مغليه جدا وما تكونش بردت، تمام. تحطي عليها بقى معلقتين كبار من الملح ومعلقه كبيره من السكر وربع كوبايه خل، وكمان هتحط لها البنجر اللي احنا عملناه، ونسيبها بقى لغاية ما تبرد خالص. المحلول اللي احنا عاملينه ده هيطلع باللون والشكل والقوام اللي قدامك ده. يعني شايفة عامل ازاي؟ عامل زي الشربات، بيطلع لونه عامل زي الشربات. ده ليه لونه طلع بالشكل ده؟ اول حاجة عشان فيه البنجر اللي احنا عاملينه، تاني حاجة عشان احنا حطينا البنجر والملح والسكر والخل، حطيناه وهو سخن، يعني حطيناه والمحلول ده او المية كان سخن، تمام. فحطيناه فطلع اللون الجميل ده. بعد كده بتسيبيه يبرد خالص خالص. بعد كده بتحطيه بقى على المخلل اللي احنا عاملينه، او اللفت اللي احنا مقطعينه مع بعضينه وحاطينه في العلب. بعد ما حطينا الكمية كلها زي ما انت شايفاها كده، 2 لتر حطيناها على 2 كيلو من اللفت، هنحطها. هنجيب بقى البنجر اللي احنا قطعناه وعملناه، هنحطه كده من فوق عشان يدي شكل جميل. لو حابة ان انت تحطيها في وسط اللفت كده اهو، برضو هتكون فكرة جميلة جدا. اهم حاجة ان انت تقفلي العلب دي كلها، تقفليها وتكون محكمة الغلق، وتشيليها في مكان يعني انتي طبعا هي بتنزل ميتها، وان شاء الله انا هوريكي ان هي ما نزلتش ميتها، وهقولك ايه السبب بقى، ان هي يعني ما بوظتش الدنيا كده. هتجيبي اكياس خزين وهتقطعيها من النص اللي هي اكياس الكيلو، تمام. وهتقطعيه من النص زي ما انت شايفاه كده، وهتحطي الكيس ده وتقفليه كويس جدا. اهم حاجة انت تقفليها كويس جدا، وبعدين تعملي الاتنين التانيين طبعا وهتقفليها كويس خالص. اهم حاجة ليه اكياس الخزين دي؟ علشان ما يدخلش لللفت هوا، عشان لو دخل هوا لللفت يعني اثناء التخليل
بيبقى من فوق كده فيها زي الريم كده، وبيطلع كمان وبيبوظ بسرعة. فإحنا هنعمله بالشكل ديّة وهنسيبه بقى نخزّنه. أنا عايزة أقول لِك إن هو يومين بالضبط، يومين وطلع معانا بالشكل والجمال والحلاوة دي. أنا عشان خاطر عملته مضبوط وعملته كمان يعني زي ما بيقول الكتاب بالضبط، عملته جميل جدًا، وإن شاء الله يعني هتشوفيه وتعمليه عندِك في البيت بالنجاح وبالطريقة وبالقرمشة اللي أنتِ شايفاها ديّة أو حاساها، وكمان هاقول لِك إن هو يومين بالضبط وطلع معايا بالشكل واللون ده. مش مشكلة معايا إن أنا أحط يدي جوّه المخلل بس لمّا أكون لابسة كيس، لكن غير كده ما ينفعش تحطي يدِك خالص لإن لمّا تيجي تحطي يدِك في المخلل دَيّا بيعمل ريم للمخلل، ما ينفعش أي مخلل إن أنتِ تحطي يدِك فيها. فطبعًا لازم بشوكة أو بمساكة أو بأي حاجة إن أنتِ تطلّعي المخلل لغاية آخر حباية موجودين في المخلل. أنا عايزة أقول لِك إن مَيّة المخلل ديّة ساعات بتتشرب لوحديها كده، وساعات كمان تحطيها على الفول بالزيت الحار، تحطي كمان عليها معلقتين 3 من مَيّة المخلل بتاع الليفت كده. وطبعًا إحنا داخلين على رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم إن شاء الله يعود عليكم وعلينا بكل خير. ما تنسيش بقى تعملي لي اشتراك ولايك للفيديو لو الفيديو عجبِك وطلعت ناجحة معاكِ 100%. ما تنسيش تعملي لي اشتراك وكمان الصلاة على النبي في التعليقات. إحنا بقى طلعنا قفلنا العلبة الأولانية ودي العلبة التانية عشان أوريكِ إن كل العلب زي بعضيها وكله سِوَى واحد، يعني شايفة طالعة إزاي معانا كده طرية، لونها جميل جدًا، وكمان قرمشة كده هتحسيها أنتِ وبتاكليها، بأي مساكة تمسكيها بقى وتشوفي عاملة إزاي. ده كده يا جماعة تخليل يومين بس. طبعًا لا فلاتر ولا أي حاجة، أنا الحمد لله يعني أنا كل حاجاتي باعملها من غير فلاتر، عشان أنا الحمد لله ضامنة الحاجة اللي أنا باعملها ناجحة وجميلة جدًا. زي ما أنتِ شايفة كده 2 كيلو عملت معايا بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، بصراحة جميلة جدًا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أمي يارا.